السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. لسه فضيحة منتخبنا المصري لسه متصدرة الإعلام، مش بس الإعلام المصري، لا الإعلام العربي كله. لسه الإعلام المسموع والمرئي والمقروء وكل وسائل الإعلام لسه بتتكلم على فضيحة المنتخب المصري، اللي زعلان واللي شمتان واللي فرحان ويعني بجميع الأشكال. ولكن بقى اسمحوا لي النهارده إن أنا هطول في الفيديو سيكا كده عشان عايزة أتكلم في أكتر من موضوع مهمين جدا. أول حاجة عايزة أوجه رسالة لكابتن نني، وعايزة أقول له عيب اللي أنت عملته، عيب لما تتف على الجمهور. وأنا هقولها كده يعني بالبلدي، هقولها تف على الجمهور. مش هقول لك بقى تبصق والكلام ده، لا، عشان ما ينفعش أتكلم معاك أصلا بطريقة شيك. أنت راجل كبير في السن، يعني عيب. أنت راجل متعلم بره وجوه. أنت راجل ذو عقلية احترافية. سلم لي بقى على العقلية الاحترافية اللي علمتك إن أنت تتف على جمهورك. الناس اللي عايشة هناك ديت اللي سابت شغلها وخدوا عائلاتهم او لموا بعض كده كاصحاب، ركبوا عربياتهم اللي دافعين بنزينها من جيبهم ومن شقاهم من تعبهم، الناس المتغربة دي. او حتى آه، اي وسيلة مواصلات برضه هو دافع فلوسها من جيبه. راح دفع حق تذكرة من شغله ومن شقاه ومن تعبه. وخد اكل وخد ميه وراح بقى وراح عشان يشجعك ويشجع منتخبه، ويقف جنبك وينادي باسمك وباسم بلده، ويشجع المنتخب اللي المفروض رايح عشان يشرفه. يشرفه قدام اصحابه ويشرفه قدام العالم العربي كله. آه، انت ما اديتلوش فلوس من جيبك، لا، انت بس وديته وتعب علشان خاطر تحرق دم، علشان خاطر يحس بالإهانة، علشان خاطر يشوف لعيبة مستهترة، عشان خاطر يشوف لعيبة ما عندهاش أي إحساس بالمسؤولية. راحوا جابوا لنا الإهانة وجابوا لنا العار، وقال زعلانين إن الجمهور بيشتموه، زعلانين الجمهور متعصب. متعصبين عشان الناس عندها دم، عشان الناس بتحس. فأنت لما تعمل حركة زي دي مع الجمهور اللي راح عشان يأذرك أو يأذر منتخبنا، يبقى أنت شخص غير مسؤول للأسف. للأسف المفروض تتعاقب، المفروض تيشيرت المنتخب ده ما تلبسوش تاني. لأن أنت لو عملت حركة زي دي في أي نادي من اللي كنت حضرتك محترف فيهم، يعني ما كانتش أمنتك قومة، كنت نزلت تحت الحافلة كده زي ما. أنا مش بتكلم على كابتن صلاح، على فكرة كابتن صلاح مؤدب جدا يعني على فكرة وأخلاقه عالية. مش بتكلم على إني أوجه كلمة زي اللي هو قالها، لا لا، ما أقصدش كده. اللي أقصده إن أنا بكلمك بلغة البلاد اللي أنت عشت فيها. يعني بقول لك إن أنت اللي عملته ده عيب، تطلع من واحد كبير في السن زيك. عيب. عيب. عيب لما تشتم الجماهير وتدفع عليهم ومتعصب قوي ومتضايق. لا، طب ما طلعش العصبية دي ليه في الماتشات؟ ما طلعش العصبية دي لما خدتوا على عينيكم، بالبلدي كده يعني. آه للأسف رد فعل سيء. كفاية أنا أقول سيء، مش عايزة أقول لفظ تاني. أنا بشكر كل الجمهور اللي راح وحضر وتعب وشجع، وبتأسف لهم بالنيابة عنك وبالنيابة عن كل لعيبة المنتخب. أما بقى المؤتمر الصحفي بقى بتاع كابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان قال لك المنتخب ولد يتيما لم يجد من يحنو عليه. يعني الراجل حتى فضل ساكت ساكت ساكت، وبعد كده طلع شوية كلام زي العسل. قال لك المنتخب ولد يتيمة. المنتخب بيتحارب. شوفوا مين اللي ما رضيش يأجل ماتشات الدوري علشان بيراميدز تلعب وما تجيبليش اللعيبة. شوفوا مين اللي خد مني اللعيبة اللي انا كنت بجهزهم وبحضرهم عشان خاطر العب بيهم الماتشات ديت واجي بيهم البطولة. شوفوا مين معرفش ايه. انا جيت وشلت المسؤولية وتحملت المسؤولية من غير مقابل. انا جيت ادرب المنتخب في البطولة من غير مقابل. انت مش شايلنا همك ليه؟ يعني مش فاهمة، احنا ذنبنا ايه؟ انت جيت بقى من غير مقابل. انا جيت مجاملة، جيت عشان الناس دول بيحبوك، جيت عشان انت قاعد ما بتعملش حاجة مش بتاعتنا. يعني انت الناس خدوا منك لعيبة، شغلوك من غير فلوس. كانوا بيحاربوك بيهاجموك بيتريقوا عليك بيعملوا اللي بيعملوه. خلوا الدوري يتلعب وانت بتلعب بطولة مهمة باسم مصر عشان ما يدوكش اللعيبة ويبقى عندهم حجة.
ما كنتش كمّلت. عادي، عادي جدًا لو كنت قُلت أنا مش هاكمّل خلاص، أنا كده، كده أنتم مش واخد منكم فلوس ولا ماضي معاكم عقد، مش هاكمّل، هاروح ليه أتهان أنا واللعيبة، وأروح ليه أهين نفسي وأنا راجل كبير في السن، عيب إن أنا حد يشتمني ولا حد يقول لي أنت مدرب فاشل بعد العمر ده كله، ما كنتش كمّلت يا كابتن، لكن تيجي تشكي لنا هَمّك بعد البطولة ما خلصت وبعد ما اتفضحنا الفضيحة دي، معلش يعني سامحني، أنت يا ريتك ما كنت اتكلمت، كنت حطيت بقى هَمّك في قلبك وسكت ومشيت وخلاص وسمعت الكلمتين اللي أنت سمعتهم وتحمد ربنا على كده. لكن تيجي تشكي لنا همك بقى وتقول لنا أنا اتظلمت وأنا اتبهدلت وأنا ما دفعوليش فلوس وأنا أنت كنت رايح تتفسح يعني رايح من غير فلوس من غير أجر من غير مقابل وخدوا اللعيبة وظلموك وبهدلوك ويتموك أنت ولعيبتك وكنت رايح تعمل إيه؟ يعني أنت كنت عايز تعمل شوبينج في قطر فقلت أطلع بقى على حساب الاتحاد وخلاص وهي بطولة وأروح أدرب اللي وداك مش رحت ما تشكلناش هم مش بتاعتنا كمل بقى ما تكملش دي بتاعتك أنت مش مشكلتنا خالص. سيبك بقى من كل ده بيجي لك واحد دماغه شال مخه وحط مكانها بليلة باللبن يقول لك طول ما الأهلي فوق الجميع الكرة المصرية مش نافعة الكرة المصرية مش هتقوم لها قوم يا حبيبي أنا طبعا مش هقعد أشرح لك الشعار دوت ولا أقول لك الشعار ده معناه إيه ولا كده لأن أنا مش بجادل الناس دي ولا بدخل معاهم في نقاشات أنا بقول لهم إيه خلاص افهموا اللي تفهموه أو ما تفهموش براحتكم دي بتاعتكم لان انا اقول لك ايه هقول لك إيه؟ هتكلم مع واحد زي ده اقول له ايه اقول له الاهلي لو عنده لعيب عايز يمشي ويسيبه ما بيقعدش يعيط عليه يقول له مع السلامه الاهلي ما بيقفش على حد جمهور الاهلي بينتقد اللعيبه والمدرب والاداره لو صدر منهم اي حاجه هم شايفينها ان هي بتضر الفرقه او بتضر النادي جمهور الأهلي بيقول لا اللعيبة عايز تمشي مع السلامة احنا عندنا احنا نلعب بأي حد نكسب انت ما بتفهمش الحاجات دي هقول لك ايه فبراحتك اللي انت عايز تفهمه تفهمه الأهلي هيفضل فوق الجميع ده شعار احنا بس اللي نفهمه كأهلاوية وعارفين معناه ايه وبنطبقه صح آه، كهرباء اسماعيلية تعادلت مع الزمالك 3-3 في حالة غريبة جدا الزمالك كان متقدم وفجأة هاتريك من شيكا شيكا الصغير بقى مش شيكا الكبير في بطولة العاصمة أما بيراميدز 6-1 من البنك الأهلي بيراميدز اللي هتاخد مكان الأهلي ها فاكرين الكلمة دي بيراميدز اللي هتاخد مكان الأهلي اتهزمت 6-1 التاريخ النتيجة دي بتفكرني بحاجة ولا بلاش بقى كفاية عليهم كده النهاردة فعايزين ننسى بقى البطولة دي خلاص بقى ونشيلها من دماغنا لأن بجد كل ما نقعد نتكلم عليها ونزود في الكلام هيتحرق دمنا وهتطلع لنا آراء وأفكار وكلام لا يصلح إن هو يتقال بس في النهاية بقول يا كابتن نني المفروض تقدم اعتذار للجمهور ده إذا قبلوا اعتذارك وأتمنى إنك ما تلبسش تيشيرت المنتخب تاني لأنك لا تستحق إنك ترتدي هذا التيشيرت ولا الجمهور يهتف باسمك ولا حتى اسمك يكون موجود في قائمة المنتخب المصري بس ما طولت عليكم وتصبحوا على خير